السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاركم لبناتي في حياتي الشاطرات مع رمضان. إن شاء الله ربي يتقبل منا الصيام والقيام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جيتكم بطاولة فيها مملحة، فيها طبق رئيسي، فيها خبز البنات، خبز هايل هايل صحي إن شاء الله يعجبكم. بسم الله على بركة الله. نبدأ وصفة الخبز. وش عندنا فيها؟ عندنا حوالي كيلو من خليط تاع الفارينة الصحية. عندنا 600 غرام فارينة تاع القمح الكامل بالنخالة تاعها. عندنا 200 غرام من دقيق الشعير، يكون شوية أحرش، ماهوش رطب مش فارينة. وعندي 200 غرام من فارينة تي 55 البيضاء عادي نورمال. تحبوا ديروا بين خليط بين الفارينه تاع القمح والفارينه تاع الشعير ممكن، بصح يجيكم شويه صعيب في العجين. واش راح نديروا؟ نخلطهم نحطوهم بجانب، ومن بعد نجيبوا ريسيبيون لهنا. واش نديروا فيه؟ نديروا فيه 3 كيسان ماء يكون دافي بين سخون ودافي، غرفه كبيره تاع خميره، وزوج كيسان من هذاك الخليط تاع السميد تاع الخبز، هذاك الخليط تاع النواشف تاع الخبز. بعد نخليه يرتاح ربع ساعه. بعد ربع ساعه نخلطه. واش ندير فيه؟ ندير 2 مغارف كبار تاع حليب غبره، بيض بيضه وصفار نستحفظ به، ونكمل نحط الباقي تاع الدقيق اللي بقالي تاع الفارينه اللي بقات لي. نخلط هكذا بالملعقه، ونجيب دوكا كاس اخر، كاس السعه تاعو 250 مليلتر. نجيب كاس تاع ماء يكون دافي شويه سخون، انا قلت لكم شويه سخون خاطر البرد، ونبدا نزيد فيه على النواشف هذوك بالشويه، نزيد بالشويه نزيد بالشويه حتى نتحصل على عجينه ما تكونش طالقه روحها بزاف، ما تكونش يابسه، تكون مليحه برك. نخلي من هذا الكاس البنات ربع من هذاك الكاس، قلنا تاع 250 مليلتر، نخلي ربع نحطه بجهه. ندهن العجينه تاعي بشويه زيت الزيتون ونخليها ترتاح حوالي ربع ساعه. دوك نجي هذاك الربع تاع الكاس اللي بقالي نفرغ فيه مغرفه كبيره معمره مليح، مغرفه كبيره معمره مليح تاع ملح. نبدا هكذا ندير نفرغوا على العجينه تاعي، ونبدا هكذا ندير العمليه اللي راكم تشوفوا فيها، ونزيد نخليه يرتاح نص ساعه. نص ساعه البنات هذه العمليه تاع نخلي الخبز تاعي يخمر نص ساعه نديرها 3 خطرات، وندير العمليه هذه تاع الطي. العمليه هذه تاع الطي هذه هي العجن تاعي. كل مره نشمخ يديا في ماء دافي سخون، وندير هذه العمليه 3 مرات. كل مره نكسر الخميره الخمور العجينه تاعي، ونديرها 3 خطرات كل نص ساعه. لازم نخليه 30 دقيقه. من بعد هذه دوكا المره الرابعه ندير السانوجه تاعي او السينوج، ونزيد نعاود ندير العمليه هذه تاع المد والطي هذه هكذا، نعاودها ونخلي هذه الخطره يرتاح نص ساعه الاخرى، ونجي نشكلوه مع بعضنا. ها وبعد ما خمر المره الرابعه نجيب العجينه تاعي، نقصت ما درتش كامل الكيلو، خليت يجي قرصه صغيره، قلت من بعد نديرها بيتزا ولا، لانه السنيوه تاعي تاع الاخر مش كبيره بزاف ومش حبيتو يجيني خشين. اذا كان حبيتو يجيكم خشين تقدروا تطرحوا في السنيوه تاعكم على 30 على 40، 30 على 40. نخليها نقرصها شويه برك. درت الزيت في السنيوه تاعي تاع الزجاج، انا خدمتي تاع الزجاج، ونخليه يرتاح واحد 10 دقائق ونولي باش من بعد نقدر نقرصو. لهنا واش عندي البنات؟ عندي فلفل احمر قطعته بالطول، عندي العروق تاع المعدنوس، عندي بصل قطعته على شكل ريشات، وعندي طماطم كرازيه. راح نزينوا بها الخبز تاعنا، يعني الخبز تاعنا حيجي فيه الخضر. البنات نطرح لهنا الخبز تاعي، شوفوا هكذا نطرحوا رقيق. انا قلت لكم اللي تحبوا خشين ديروا كامل الكيلو تاعكم تاع العجين، يعني خليت منه قيس قرصه صغيره، تجي قرصه تاع بيتزا، خليتها بجهه. من بعد ندير بها شنو ملاحات ولا. كرست الخبز تاعي، ودركا نجيو نزينوا الخبز تاعنا بالخضر. تقدروا الخبز هذا ديروا فيه طماطم مجففه، طماطم مجففه تشمخوها بشويه من سخون، قطعوها وديروها معاك تعودوا تعجنوا. ما ديروش الطماطم العاديه لانها راح تزيد لكم الماء في العجين تاعكم، ما يصلحلكمش الخبز. عندي زيتون كذلك. شوفوا البنات هاو التزيين راهو باين في الفيديو. راح نديرو شغل زهور من الخضر. شوفوا البنات مليح. هي بنتي اللي راهي معاكم، انا تعرفوني ما نصبرش لهاد الحوايج هكذا. تاني نكملوا الورده تاعنا، هاي الورده الثانيه. ومن بعد هذاك الفلفل الحار انا درت حار، تقدروا ديروا حلو، درته من تحت كانه الحشيش، وهذوك العروق تاع الزيت تاع المعدنوس درتهم هكذا. شوفوا التزيين، شفت هذا التزيين البنات، وحبيت نديرو بصح انا الخبز درتو على طريقتي هكذا. الريشات هذوك تاع البصله مباشره ما خليش يخمر، خليه يرتاح برك واحد 5 دقائق ولا، وندهنه قبل ما يرتاح ندهنه بخليط تاع صفر البيض اللي خليناه مع الكريمه الطازجه باش تحمر لكم الخبز يجيكم حمر مليح. ندهنه كامل مليح ونخليه واحد 5 دقائق ولا 10،
يخمر، ومن بعد نطيبوه على 180 درجه و200 درجه كيما مولفين طيبوا الخبز تاعكم حتى يحمر من فوق ومن تحت. لا راح نديروا مثلثات تاع خبز التورتيلا. عندنا بصل شوحناه ولا قليناه في شويه تاع زيت الزيتون. عندنا مربعات تاع دجاج، تاع صدر الدجاج، فلفل كحل، ملح، كزبر، ثم نقليو. لهنا راح نزيدو نحطو شويه تاع الاخر سبانخ او سلق، كنت انا مكونجلياتو مقطعاتو مليح من الماء ومخبياتو. وندير شويه ثوم حتى يذبال هذاك السلق، ونزيد عليه دوكا جبن طازج، اي جبن طازج عندكم، انا دائما نستعمل الامير. ونزيدو هذوك 2 مربعات من خبز الساندويتش، شويه تاع كريمه طازجه، يعقد الخليط تاعي، نحيه ونحطوه يبرد. زيتون اخضر ديروا واش تحبوا، معدنوس ديروا واش تحبوا، الطون ديروا واش تحبوا اللي عندكم. عندي لهنا مثلثات الدوائر تاع خبز التورتيلا، قصيتو هكذا مثلثات على 4، خبزه قصيتها على 4، دهنتها بشويه تاع طماطم والاخر، وشويه طماطم وشويه زيت برك، دهنتهم هكذا باش يجيوني بنان، وحطيت فيهم الحشو شويه جبن، وراح نقفلهم لهنا بشويه تاع ماء وفارينه باش يتقفلوا لي، ونديرهم مثلثات. دوك تشوفوا راح نديروهم كما راكم تشوفوا في الفيديو. واضحه، نظن انها واضحه. عندي خبز هذاك اللي خدمناه مع بعضنا، ندير في البيض، نحط في الفارينه المثلثات هذوك، نعاود نديرهم في البيض ونحطهم في فتات الخبز لا شابلور هذيك تجي تحفه كي قليناها. تحبوا تقليهم اقليوهم، تحبوا ما تقليهمش طيبوهم في الفرن. الناس اللي ما تحبش الزيت بزاف راهم ما يهزوش الزيت، بصح واحد القرمشه بهذا الخبز ما تقدروش تصوروه. من بعد تشوفوه في طبق التقديم. دوك البنات بسم الله على بركه الله نديروا طاجين الشوا تاعنا. انا عندي افخاذ الدجاج من الدجاج تاع العرب كما يقولوا، تاع الفيرما تاع المزرعه. حطيت شويه زيت، حطيت طرف تاع زبده، حطيت هذوك الطرف تاع الدجاج، وحطيت طرف اللحم، بصله كبيره قطعتها كبيره، فلفل كحل، كزبر، هذا باش يديروا في طاجين الشوا. وخليته يتقلى، المرق تاعي يتقلى، من بعد كي يتقلى مرقته دوك من بعد تشوفوه. لهنا عندي كميه من اللحم المرحي، درت لها شويه دقاق ولا الغبره هذيك تاع الفريك، ملح، فلفل كحل، بيضه، درت لها غرفه ومعدنوس، نعجنها مليح 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 حتى يدخل هذاك الدقاق. زدت لنا شويه دقاق لانه نص مغرفه، لانه جاني شويه قليل، وزدت ضربت بيضه وزدت منها غير ربع، عجنت مليح حتى نحس باللي هذاك المكونات نجالسوا مع بعضهم، تكون اللحم تاعي يكون ارطب. لهنا درت صبيعات، ها هم حطيتهم يرتاحوا، ونروحوا نشوفوا المرق تاعنا. بعد ما طاب اللحم درت نص ساعه الاولى طيبت فيها الدجاج، شفتوا اذا طاب نحيته، اذا ما طابش ديروا مع اللحم ساعه غير ربع، ساعه الا ربع، دبلكم اللحم والدجاج تاعكم تنحيوه. لهنا ها طابت المرقه تاعنا. بعد ما طابت لهنا نصفيها، البصل هذاك نصفيه كامل نحطه في المرق تحت الصفايه. ها المرق تاعنا بعد ما صفيت له البصله. علاه جا اللون هذا؟ لاني درت انا فيه دجاج عرب البنات، على هذه جا اللون تاعو. نستف هذوك الاخر، نطيب هذوك الصبيعات تاعي في المرقه. بعد ما يطيبوا نحيهم، نستفهم في بلاطو، نحطهم مع طراف الدجاج واللحم، ونحط عليهم شويه مرقه، ونحطهم يحمروا في الفور البنات. ومن بعد نقدمهم في طبق التقديم على المرق تاعي. ها الخبز تاعنا بعد ما طاب، ها من المثلثات بعد ما طابوا ثاني يجيو قرمشه روعه البنات. طاجين الشوا راهو جات تحفه. علمتها لي وحده هي علميه ساكنه في قسنطينه، قالت لنا نطيبوا في الفور، نحمر الدجاج تاعي والليبولات هذوك نحمرهم في الفور، جاب بنه خرافيه. نتمنى البنات هاد الوصفات يعجبوكم، تسيوهم ديروهم. الخبز راهو صحي وبريزونطابل. سلطه الشربه كانت عندنا من قبل. يا لو اني درت لكم لهنا قرمشه راني متولعتش، وهذوك المثلثات جاو متشخشخين بالفرماج. نتمنى يعجبكم الوصفات، ديرهم البنات جربوهم. مع السلامه في وصفات اخرى باذن الله، وتقبل منا الصيام ربي، ان شاء الله يتقبل منا الصيام والقيام في امان الله وحفظه. مع السلامه. خليكم على فيديو، كملوا الفيديو الاخر باش تشوفوا الخبز كي قصيناه كيفاه جات تحفه. قصوه بعد ما يبرد خلاص باش تقصوه هكذا، باش تحصلوا على هذيك الثقوب في الخبز تاعكم. في امان الله وحفظه مره اخرى.